بلغ المنتخب المغربي المستضيف نصف نهائي كأس إفريقيا للسيدات بفوزه على نظيره المالي ب3-1. لتواصل سيدات المغرب رحلة البحث عن لقبهن الأول في المسابقة. لن ترضى المغربيات بأقل من المشهد الختامي مصيرا. تخطي مالي إذن ضرورة بل واجب تقتضيه أصول الضيافة. في الملعب الأولمبي احتشد الجمهور كعادته، فكما تأتي الشهية مع الأكل كذلك الاهتمام يرافق التألق. قبل ضربة البداية تحية لمن منح المغرب لقبه القاري الوحيد ذكورا وإناثا قبل أن يغادرنا إلى دار البقاء. وبعد الضربة فرصة أولى للماليات. رأسية أغيسا ديارا عالت بقليل عارضة خديجة رميشي. ردت سكينة وزراوي سريعا، يساريتها لم تجد طريقها نحو شباك فاتوماتا كارينتاو. إيقاع سريع منذ صافرة الانطلاق وبسرعة أخذت المغربيات الأسبقية. وزراوي في اتجاه ابتسام جريدي. مهاجمة الأهلي السعودي وضعت صاحبات الضيافة في مقدمة مبكرة. عادت أغيسا ديارا للمحاولة مجددا. كرتها هذه المرة احتضنتها الخريبجية خديجة رميشي. انتهى شوط وانطلق آخر كما بدأ سابقه. فرصة سهلة لاحت أمام سكينة وزراوي، تعاملها كان ساذجا، وتعامل خديجة رميشي مع تسديدة فاتوماتا ديارا كان مثاليا مبقية على تقدم زميلاتها. اقتربت المغربية من تأمين أسبقيتهن. تبادلت سكينة وزراوي الكرة مع ابتسام جريدي ثم سددت في جسد إحدى الماليات بدل أن تهز الشباك، والتأمين جاء من علامة الجزاء. البديلة سناء مسودي بذكاء نالتها، وابتسام جريدي تكفلت بالباقي. نجمة المواجهة بصمت على الثنائية وقربت زميلتها من الهدف. أما البديلة الأخرى كنزا شابيل فقد أنهت المهمة. خدعت فاتوماتا كارينتاو بتمريرة انتهت في شباكها. كانت لمالي فرصة حفظ ماء الوجه. عيساتا تراوري من علامة الجزاء لم تغير من واقع الأمر شيئا، والواقع يدفع الجماهير المغربية إلى الاعتقاد بإمكانية التتويج. خطوة أخرى قطعت وتبقت اثنتان أكثر صعوبة. كيف ما شفتي الماتشات، كل ماتش كيتلعب على لي ديتاي، كل ماتش كنقراو لادفيرسار كيفاش فين كاين عنده لي فاي، وهذا الشيء اللي كنحاولوا حنا نستغلوا في زعما في لي ماتش ديالنا، وكنترينيو على هذا الشيء. دونك اليوم المنتخب المالي كان عنده المشكل في الظهر ديالو، هذا الشيء اللي حاولنا حنا نستغلوه، والحمد لله قدرنا نسجلوا 3 ديال الاهداف من يعني بينالتي وجوج ديال الهجمات بنفس الطريقه. دونك حنا فرحانين بهاد الفيكتوار، حنا فرحانين بالتاهل ديالنا للدومي فينال، وكي قلتي المشوار غادي يكمل، وغادي نتكونسونطراو على الدومي فينال ان شاء الله باش نقدروا نحققوا المبتغى ان شاء الله. الحمد لله على الفوز. ما كانت سهل كيف ما شفتوا. المنتخب ديال المالي كان شويه عنيد، كان كيلعب اغريسيف اكثر من يعني زياده على اللزوم. الحمد لله على لا فيكتوار. مشكورين البنات على المجهودات كاملين اللي قدموا، مشكورين الجماهير المغربيه اللي جات ساندتنا بكرشافه. الحضور ديالها كيعطينا واحد الحافز كبير اللي كنقدموا مباراه جميله، والحمد لله على التاهل للنصف النهائي. وينضم إلينا مراسلنا مهدي فودي. إذا مهدي، نجمات المغرب إلى نصف النهائي بعد تجاوز سيدات مالي، حدثنا أكثر عن هذا الفوز. مساء الخير، تحية طيبة لكم جميعا. نطل عليكم مجددا من داخل أسوار الملعب الأولمبي هنا بالرباط، حيث تستمر رحلة لبؤات الأطلس على أمل أن تتواصل إلى غاية المحطة الختامية والمشهد الختامي. سيدات المغرب أزحنا اليوم منتخب مالي الذي نذكر بأنه عبر إلى هذا الدور ربع النهائي كأفضل ثالثي المجموعات الثلاثة منطقيا. وعلى الورق المنتخب المغربي كان مرشح للفوز، واحترم المنطق في نهاية المطاف. فوز بثلاثية مقابل هدف وحيد. اللقاء شهد سيطرة مطلقة إن صح القول لزميلات ابتسام الجريدي صاحبة الهدفين هذه الليلة. رفعت رصيدها إلى 3 أهداف، وبالتالي أصبحت تنافس زميلتها وقائدتها غزلان الشباك التي تعتلي صدارة الهدافات برصيد 4 أهداف. سيدات مالي للأمانة لم تشكلن خطرا اليوم على دفاعات المغرب باستثناء ركلة الجزاء التي سجلت، وكذلك الضربة الحرة، الهدف الملغي من ضربة حرة على إثر هفوة وسوء تقدير من الحارسة خديجة الرميشي. غير ذلك فلمسة المدرب خورخي فيلدا، اللمسة الفنية أضحت ملموسة على رقعة الميدان، بناء الهجمات
من الخلف مع التنويع سواء عن طريق الاختراق العمودي بالمترابطات، لعب الكرات في ظهر المدافعات، وكذلك الاعتماد على سرعة الأجنحة سكينة التغناوت وكذلك سناء مسودي في الشوط الثاني. الانضباط التكتيكي بكل تأكيد يصنع الفارق، وأداء المنتخب المغربي للسيدات يتطور ويتحسن مع توالي المباريات، والمباراة القادمة ستشذ الأنظار هنا بالرباط بكل تأكيد. هنالك ترقب لأن المغرب سينتظر الفائز من لقاء الغد بين الجزائر وغانا، ويمكن أن نشاهد ديربي مغاربي في المربع الذهبي، وبالتالي على الأقل نضمن منتخب مغربي وعربي في المشهد الختامي والمباراة النهائية. حظ موفق للمنتخب المغربي وكذلك للجزائر، على أمل أن يلتقيا المنتخبين في الدور نصف النهائي هنا داخل أسوار هذا الملعب بعد 4 أيام. لم يصلوا على الرغم من ذلك إلى مرمانا. صحيح أننا واجهنا صعوبات في الشوط الأول، ولكن بعد التغييرات تحسن الأداء في الشوط الثاني، وساعدت التغييرات على إعطاء دفعة بدنية، وحصلنا على مزيد من الفرص السانحة. لقد تمكنا من خلق الكثير من الفرص، حصلنا على ضربة الجزاء ثم سجلنا الهدف الثالث مما أعطانا الطمأنينة ومزيدا من الهدوء. لسوء الحظ تحصل الخصم على ضربة جزاء في نهاية الشوط الثاني، ولحسن الحظ لم نحصل على انذارات ولا على إصابات، وتأهلنا إلى المربع الذهبي، وذلك كان هدفنا. منتخبنا متوازن منسجم، ولذلك لم يحصل الخصم على فرص. كرة القدم تقتضي أن نسجل أكثر من الخصم. إذا حصلنا على فرص أكثر فهذا يعني أننا سنحصل على أهداف أكثر، وإذا تعذر على الخصم خلق فرص فهذا يعني أن حظوظنا في الفوز أكبر. ما نفكر فيه الآن هو نصف النهائي والتأهل إلى موقعة الحسم. سنحاول أن نسترجع أنفاسنا وسننتظر الخصم الذي سنواجهه، وبعد 4 أيام نتمنى أن نعود إليكم في صورة أفضل وأن نقدم أفضل نسخة لهذا المنتخب، لأنني أعلم أنه قادر على التحسن أكثر، وهذا ما سنركز عليه خلال الأيام القادمة. نختار اللاعبات التي نعتقد أنهن قادرات على قيادتنا نحو الفوز. مقارنة بالمباريات ال3 السابقة أداؤنا اليوم كان متميزا وكان أفضل، وخلال المباراة القادمة إذا استمرت نفس التشكيلة واستمرت الأوتوميزمات بين اللاعبات فالمنتخب سيتحسن أداؤه أكثر. كما قلت لدينا 26 لاعبة. الخبر الجيد هو أنهن جميعا يتمرن ويقومن بالاستعدادات وجاهزات، وهذه هي كرة القدم. انطلاقا من المعلومات التي نقوم بتجميعها خلال التمارين والتدريبات وخلال المباراة نتخذ القرارات إخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. واليوم إن شاء الله غادي تكون افتتاح ديال كأس أفريقيا للسيدات المغرب 2025. المباراة الأولى اليوم غادي تقام على الساعة 9 بتوقيت المغرب، وغادي يكون افتتاح قبل منها بنصف ساعة أو ساعة، يعني تقدروا تبداو الفرجة من تحديدا من الساعة 8 بتوقيت المغرب. المقابلة الأولى اللي غادي تكون أمام تنزانيا، المنتخب العنيد، المنتخب المشاكس اللي سيشكل لنا دائما متاعب في كأس أفريقيا للسيدات، واليوم غادي يكون محك حقيقي في المقابلة الأولى ليه مع المنتخب المغربي. صراحة المنتخب المغربي ما احنا عارفين الإمكانيات اللي عند سيدات المغرب والطريقة اللي بداو تلعبوا بها، والسنين الأخيرة اللي ولات المغرب تهتم بالرياضة النسائية وخصوصا كرة القدم، وشفنا كيفاش التألق ديال المنتخب المغربي لا في كأس أفريقيا لا في دوري أبطال أفريقيا لا في كأس العالم الماضية اللي مشى شارك فيها المنتخب المغربي للسيدات وكان داز الدور الثاني وتقصى على يد المنتخب الفرنسي، وكنا عقلنا على
الطريقة اللي لعب بها المنتخب المغربي أمام سيدات فرنسا بقيادة إيرفي رونار، وكان إنجاز تاريخي إفريقيا وعربيا، أول منتخب إفريقي عربي للسيدات توصل لكأس العالم للدور الثاني من كأس العالم. إخوان ديالي، نتمنوا التوفيق للفريق الوطني للسيدات في هذه البطولة هذه، ونتمناو يبقى اللقب في المغرب، ونتمناو كل شيء يدعم المنتخب الوطني، واللي عنده الإمكانية أنه يحضر في المباراة ويكون في أرض الميدان يمشي يدعم السيدات المغرب، ويكون فرجة ممتعة للجميع. ونتمناو أن كما قلنا يكونوا مباريات جميلة، ويكون تنظيم في المستوى كيف ديما كما تنعهدوا على الدولة ديالنا الحبيبة، على المملكة المغربية دائما مشرفانا بالتنظيم الرائع ديالها، الطريقة ديال التنظيم الاحترافية اللي ما تخفاش على المغرب وما تخفاش على حتى واحد، كيفاش المغرب انه تقدر ينظم جميع التظاهرات بطريقة جيدة وبكل سلاسة وبكل احترافية. اخوان ديالي، نتمنى كما قلنا اللقب يبقى في المغرب، وسيدات المغرب لبؤات الاطلس يتألقوا في هذه الدورة هذه ويكونوا هما ابطال افريقيا. اخوان ديالي، غادي نواكبوا المنتخب المغربي للسيدات في كل مباراة، من قبل المباريات، من بعد المباريات، تحليل المباريات ديال المنتخب المغربي، وحتى الخصوم اللي غادي يكونوا في الطريق ديالو ولا في المسار ديالو الى النهائي باذن الله. ونتمناو التوفيق للمنتخب المغربي كما قلنا. وتل هنا الاخوان ديالي، كان هذا فيديو مبدئي على بداية المنافسة، وغادي نبقاو نفيدكم بالاخبار ديال المنتخب الوطني اول باول. وتل هنا الا كنتي تهتم بهذه المباريات ديال المنتخب الوطني للسيدات او المنتخب الوطني للرجال، لا في الفئات السنيه او لا للكبار او لا الرياضات رياضة كرة القدم العالمية، ما عليك غير تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ديالنا دائما، وجميع الأخبار توصلك في الحين بإذن الله. وتل هنا نتمنى أنكم ديروا جيم الفيديو، وما تنساوش التعليق تدعمونا به، وتقولوا لنا شنو تتوقعوا في المباراة الأولى ديال الافتتاح ديال لبؤات الأطلس أمام منتخب تنزانيا. تل هنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في راسكم الإخوان، إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى الملتقى بإذن الله.